السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مدونة حسن الرضوان التعليمية. النهاردة إن شاء الله هناخد الدرس التاسع في الوورد، وهو استخدام التعليمات في مايكروسوفت وورد. ويمكننا البرنامج من استخدام التعليمات بعدة طرق، ومنها الضغط على هذا المفتاح وهو تعليمات مايكروسوفت وورد، أو الضغط على F1 من لوحة المفاتيح، أو كتابة سؤال في هذا المربع، أو من أشرطة القوائم تعليمات، واستخدام تعليمات مايكروسوفت وورد، حيث يظهر مساعد أوفيس تظهر هذه النافذة التي تمكننا من كتابة سؤال في هذا الجزء. مثلا نكتب كيفية استخدام النماذج، ونضغط بحث، حيث يطرح البرنامج العديد من الخيارات حول هذا السؤال. نختار الإجابة الأقرب للموضوع أو للسؤال الذي طرحناه، حيث تظهر جزء تعليمات مايكروسوفت وورد في الجزء اليمين من البرنامج، يقدم تفاصيل عن هذا السؤال. في هذا الجزء يظهر الإجابات، وهذا الشريط حيث يمكننا من التمرير إلى الأعلى وإلى الأسفل، حيث يقدم لنا هذا الجزء الإجابات. ونجد الكتابات باللون الأزرق، وهي تعني أنه يوجد شرح لهذه الكتابات، فبالضغط عليها يظهر شرح بالتفصيل لهذه الكتابات، والضغط عليها مرة أخرى تختفي هذه الكتابات مرة أخرى. وفي الجزء هذا نجد أنسر ويزارد، معالج الإجابات، الذي يمكننا من كتابة سؤالا آخر والبحث عنه، أو الجزء اندكس هذا وهو الفهرس الذي يمكننا أيضا من البحث عن التعليمات، والجزء كونتنت وهو يحتوي على تعليمات مايكروسوفت وورد جميعها. فبالضغط على هذا المفتاح تظهر كل التعليمات الموجودة في البرنامج بكل موضوعاتها. ويمكن أن إخفاء هذا الجزء بالضغط على هذا المفتاح وهو هايد، أو إظهاره مرة أخرى بالضغط على مفتاح شو. ويمكن إظهار كل الكتابات المخفية عن طريق الضغط على هذا المفتاح وهو إظهار الكل، لتظهر كل الكتابات المخفية تحت الكتابات باللون الأزرق. ويمكن أيضا طباعة هذه التعليمات بالضغط على رمز الطبعة من هنا. ويمكن أيضا في شريط القوائم تعليمات إظهار مساعد أوفيس، وهو المساعد الشكل الذي يظهر مع استخدام التعليمات، حيث يمكن بالضغط على الزر الأيمن للماوس إخفاء هذا المساعد هكذا، ويمكن أيضا عرضه مرة أخرى بإظهار المساعد. كما يمكن تغيير هذا المساعد بالضغط أيضا بالزر الأيمن للماوس واختيار المساعد، ليظهر مربع الحوار معرض الذي يمكننا من اختيار
شكل مساعد اوفيس، حيث يظهر العديد من الاشكال هكذا. تظهر العديد من الاشكال التي تستخدم في برنامج وورد، ولاختيار اي شكل من هذه الاشكال نضغط موافق على هذا الشكل، يتغير هكذا. كما يمكن اختيار عدم عرض هذا المساعد أثناء استخدام التعليمات، وذلك عن طريق خيارات وعدم اختيار مساعد اوفيس هكذا، الضغط موافق. فعند استخدام التعليمات مرة أخرى نجد أنه لا يتم عرض المساعد في التعليمات. هكذا يتم عرض التعليمات بدون استخدام المساعد. كما يمكن أيضا استخدام هذا الأمر، وهو ما هذا، الذي يمكننا من الإجابة على أو عرض سكرين تب أو تلميح للشاشة لهذه الأزرار والمفاتيح لعرض اسم المفتاح ووظيفته هكذا. بالضغط على هذا المربع مرة أخرى نجد أنه يختفي. كما تمكن التعليمات أيضا من استخدام تعليمات مايكروسوفت أوفيس على شبكة الإنترنت على الويب. كما هذا الذي يمكننا من اكتشاف وتصحيح الأخطاء الموجودة داخل البرنامج تلقائيا. وحول مايكروسوفت وورد هذا، وهو يظهر الرقم المسلسل serial number وبعض المعلومات الأخرى عن نظام التشغيل أو الحصول على معلومات خاصة بالدعم الفني للبرنامج. وبهذا نكون تناولنا جميع موضوعات استخدام التعليمات على برنامج مايكروسوفت وورد، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.